أعزائي، وهذه نصوصكم تقول ارتدوا على أدبارهم القهقر. هاي 2 3 أنه من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من الصحابة من صحابتي من لا يراني بعد الموت أبدا، يعني لا في البرزخ ولا في الحشر ولا في الجنة. يعني وين مكانهم؟ يعني من قبض الروح إلى جهنم. أحسنتم رأسا، برزخا وحشرا وآخرة. أين أعزائي؟ هذه أمامكم مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرناؤوط. دقيقة أو دقيقتين أستمع المداخلات. الجزء 44. نحن سمحت السيد، يعني ليس لدينا وقت كافي للمداخلات أبدا ولا مداخلة. إلى 23 تستمرون إن شاء الله بالحديث. جيد جزاكم الله خير. يعني 5 دقائق. كم دقيقة يعني؟ يعني 5 دقائق. جيد جدا. في مسند الإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الجزء 44، مؤسسة الرسالة، في صفحة 94. التفتوا جيدا. عن أم سلمة في الرواية، أكو أمور لا سوف لا أعلق عليها كثيرا، فقط أمر عليها. عن أم سلمة قالت: دخل عليها عبد الرحمن بن عوف، من الصحابة الأعلائيين، بلي من العشر المبشر. هسه ما أريد أدخل في التفاصيل، قلت ما أريد أعلق. قال: فقال: يا أمه، باعتبار أنها أم المؤمنين أم سلمة، قد خفت أن يهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريش مالا. أنا لا أعلم إذا لم يكن ممن يكنزون الذهب والفضة كيف ماذا ويتضع تكسر بالفؤوس. هسه الآن هذه روايات من ده أحسنتم، ما أريد أعلق. لا أحد أكثر منه مالا لحد الآن في قريش الصحابي بعد الصحابة. قالت: يا بني فأنفق، فإني سمعت رسول الله يقول. من ده تقول؟ أم سلمة، أم المؤمنين أم سلمة. إن من أصحابي، خلوا 50 خط جوا ماذا؟ كلمة أصحابي. من أصحابي. إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. بغض النظر عن شخص الصحابي، الآن قلت لكم رسول الله يقول. قلت مولانا، أنا قلت لكم ما أريد أعلق يا أستاذ علاء، بيني وبين الله قلت لا أريد أن أعلق. إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. يعني هل يراني في البرزخ؟ لا، لأن رسول الله في عالم وذاك في عالم آخر. هل يراني في المحشر والحشر الأكبر؟ لا. هل يراني في الجنة؟ لا، لأنه هو أين؟ في النار. أكو الرواية بهذيل أعزائي. هسه قد إذا ما أقرأها يقولون لماذا لم يقرأها السيد؟ شوفوا كيف يقتطع الروايات، ولكن أقرأها الرواية وتعليقها أيضا لا أعلق. يقول: فخرج فلقي عمر. من؟ عبد الرحمن. فخرج فلقي عمر فأخبره أن أم سلمة أم المؤمنين أم سلمة حدثته بأنه من أصحابي من لا يراني. فجاء عمر فدخل عليها. على من؟ على أم سلمة. فقال لها: بالله منهم أنا؟ فقالت: لا. التفت جيدا. أنا سؤالي هذا، وهو أنه إذا كان عمر من المبشرين بالجنة، لماذا خشي أنه منهم؟ لماذا يخاف أساسا؟ لا لماذا خشي؟ هو مبشر من رسول الله. لماذا يسأل؟ لماذا يشك في نفسه؟ لماذا؟ هذا يكشف لك، هذه واحدة من أهم عناوين وأدلة وشواهد بطلان حديث العشرة المبشرة. هذا واحد. التفتوا لي أعزائي. وإلا لو أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان بشره رسول الله بنفسه أنه في الجنة،
وأنه صديق وأنه من الشهداء وأنه من الصالحين وأنه وعشرات العناوين التي أعطيتموها جزافا وبلا دليل وبلا مستمسك وبلا أي كذا. لماذا يخشى عمر أنه ممن لا يرى رسول الله بعد ذلك أبدا؟ وأكتفي بهذا بعد ما علم. شكرا لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين. أعتذر للأخوة الذين لم نستطع صراحة لضيق الوقت أن نأخذ اتصالاتهم.